نافي جميلة نافي بافي مع عبدوية أزجا شهيد برهيمة أز قالك سلابي ما جحر كسيق باشر ودرسر وإنسانة يرهي أز بيك اشتغال يد بيجم وقتي جو أم للسروق خو خدي درنا كفن أم دخوازي خدي درنا كفن أم شهيدي خدي درنا كفن دبي أم بري حرتشتي أم سروق خوي أفريدا برما بأبتكوشين مشان وبر ملت ريفاكر أم قلك سلافي خواج في الحياة جيلي أم سلاف عليتكن وأمتين سريوي وأمتين رويوي وربي عالمي فرجيلي فكي جعد بينا ملت وأموي ببينا يعني أفسروك نأيق هارد جيتان كبي سروك كي هجابو دولتا فاشست هل بتزاني بوكو تشتك بسريوان بي وتشتكي نكلي ويش سريوان دبي خستن بيش درياد نما الباد درن بالي نما حامي درن بالي نما ملت كي دبيني نما كسيد بيني هلبت قلكي مهم وقلكي يعني مزنك حياولو لي كرن أفايا أم زانن قسروكي ما نأي وربو كحيان هاج درفبا نها ولاتي ما رزقات كريبايا إجا أمي بيجن تشه خدينا هي الحقيمة وأم تجاري يعني بعدي قهات في دري وقت جراكي دي روج آفاد في خيني جراك هاد في خستن في قهات في خستن هنج الراستير هنج يعني أمي بيجن جبر خدانير خفداي كرفي ملتي قرق أم ملتي شبورو رازان النبي بس تبقى بكي يعني أم سروكي خو تجاري كبيرة ناكن وأم شي بيجن أم شقا بيجن أم جات سروكي خور هندكي بيجن سروكي جنابو سروكي ميرابو حركس خبي ناس كرين دا تشتكي يكي مهم قلكي قدينا حمل سريبو دجمن وجن بيشكن جني بري فديت كرن قجم زلام كرونين بشتغل زلا بيجني بري راتبون كحياة ميباني وان الهندربا درباس ندبون سروكي ما فهمش ناد مراشتي أم كرن خوندفان أم كرن بالزمان أم كرن بقوه أم لالبو أم بيقوهبو سروكي ما حرتش بيش مكر خاصة بجني جن فديت كر بميفانك دهات سفلي خرادشتي دشوالي دتخار أنا أو جن سروك ريك سروك أب زمان دامه سروك أب يعني بيراني ناكو دخسنا في ملتي تسروق أم تجاري يعني جنجي خندان باش شتى سر بيجني جن خندان باش يعني كي جا روجا كو خستنك شيء ببي جن خفداتك ما بتشقيسي هوالي ما خفداكر وشهيد خستن جبوه في سروكي وأم شقا بك نجي هندك وقت بيد حضورها سروكي ماد يعني أم بيجن غير كيمة سروكو يعني دنا في ملتي نزاند دس بيكا قهاد ملت نزامبو جنش خو نزامبو صوفتي هبو لقو وشلو تهري فلان دبري جام سروك شلو تهري جفينتي شمارولو دقوتن يرو نولوي أنا مهرم كم سربستن هن زلام بابون هن جن بابون يعني أبزل ما قو زلام جند التمراندن أو جناب مهات الانين بسايا سروكي ما بسايا بي فكراويني كو بيش قسط أم بوي فكري رانا يعني تبيجي يعني أم تشقى أم بيجن جي أم هندكي سروك دبيجن جني نها نوك جني برينا نوك جني برينا جني بري جعبرتي بون بزمان بون أنا جني بري برافوكا جني نها برافوكا تخينن حم خون دفانن حم محامين حم ما مستنن كيزك ما تشون مدرسات قو عيب كيزي ودر المدرسة كتشكنوا نا فورتات زلم هاتلانين زلمك فاشست بو زلمك خراب بو جنومير نها سروك كرن وكهب
فرقا جنو ميرتنا التاريخ الدنيا دي جنو ميرتنا بس ملتي ما قرطيبو ملتي ما تقول شلو يا زي وهر المدرسة ديو بابي ما تقولن أما أنا ملتي كزي وشما هو شيء ما كشكي خد شاد المدرسة بابي ما تخيدي تقول شما هو يقيزي خد شيء المدرسة دي قيزي وان خمان دي بنت أو حد مجنا ما تشوف يعني أو كارجي اشتغالي وقت تدي سري وان دركت وقت أجي قلت قربك كتنا ملت قالكي يعني بكيف خوشبون حرية دا ملت حرية دا جني حرية دا قيزا نها قيزا محمد برلمان دنن برلمان تركي دنن دي السعودي دنن در كفن خيادك بس يعني سروكي ما ام الهمبر دجمن در كفن ام في بينال قرا سروكي خنا بين في زلمي سروك خستنا بشوان درياد ناهيل المالبات هري بالي ناهيل المحامي درباس ببالي ناهيل جوك كري درباس بسر هري يعني ظلمك مزن السربي سروكي ما بوجي وناس نائق في زلمي السربي بكن بس دجمن يعني تتشش دجمن تتشش فيه هي فيش دجمن بكي قونا إنسان كي خرابة أردوغان وكلتي فاتت ناري أفكار دنيا حمي حسابات كيد بين تيارات بين السرمة بين زاتش بين السرمة وإما رحمة زكي يدابو رحمة دلي يدابو تخزل بيه راشدن تخواست زلمة قل سرم في ملتي تركي سوري حركس تخواست يعني نشكر دات هني أرتكر حاج عربارش حر كثير تدنا نيبي شيء ما بونن عرب شهيدة كنت عرب ناب عربات كتنا مد بفلسفة سروق في فلسفة وسروق فيش ملت كر قنجو خرابي خو آبيتن دان سريا راس ما نجبو سروق بو أنشكو بس أمي سروق بكرن بملتي تنا بكن إيه ملت تنا نابي يعني كسروق حتى إيرو دنا ماذا با أبذل مسرشي نبا ودر كتيبا وملت ده جاري ديش القاتي ولو شي ببايا هناك جي بركيش ترسار نا بريوت التكي دي حساباش قرتني كنش كشتني دكن بس حزارة برلماني مقهاتن قرتن زندانا دن جبوتش جبوك دي برلمان كي خودي دكو ام زلمينا خوازن ام خوازن سروكي ما دركبي محامية قدرن بالي ناهيلن كي هرن بالي وكانش تغالناش بس سروك بينش ملات ربيشن درباس ناكن وقت بيجن ناف خياني ببن مال بمال بعدين قد قرن ناف تنبن دبي ام تخازن سروكي ما دركبي ام تخازن ام زلم سروكي سر سروكي ما رابي دبي حكا جبار خوف الرابي بين قبول ناكن بزلمي ما بي سروكي شكري ورابوي بس هين هندك تيريناكي دبي حكا رابي جوكو مزن رابن ام في سروكي في تنقاي خلاص. فاطمة حسن الجاسم والدة الشهيد فيصل وزوجة الشهيد دعار. نحن نعتبر القائد عبد الله أوجلان هو الشمس التي تنير الأكوان، لأن فلسفته وأفكاره وصلت للشعوب المظلومة والمتعطشة للحرية. نحن نعيش الآن بفضل فلسفة هذا القائد العظيم بأخوة الشعوب والعيش المشترك، لا فرق بين عربي وكردي ومسيحي، وخاصة الشعوب المظلومة. هو قائد أممي وليس لمكون واحد. ونحن كنساء في شمال وشرق سوريا ومكون عربي كنا مضطهدين، كنا مظلومين، والقائد أعطى المرأة حريتها. يعني نحن لنا حريتنا من خلال أفكار القائد العظيمة، وحيث مارسنا يعني المرأة في ظل أفكار القائد عاشت حريتها بأكملها يعني، ومارست جميع الأعمال وشاركت في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية. المرأة يعني أصبحت مثلها مثل الرجل، خاصة في الرئاسة المشتركة. هناك مرأة وهناك رجل في الرئاسة المشتركة، وهذا النظام لا يوجد في أكبر دول العالم. نظام الرئاسة المشتركة لا يوجد غير في منطقة روج آفا. نحن كنساء عربيات نفتخر بهذا القائد العظيم
الذي يعني أصبح له 24 عاما في السجن، لكن أفكاره تعدت هذا السجن ووصلت إلينا، ونحن نفتخر بهذا القائد العظيم ونحبه جدا، ونتمنى من جميع المنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إخراج هذا القائد العظيم، لأنه لا يستحق السجن أبدا، لأنه العالم بحاجة إلى أفكاره وفلسفته من أجل خدمة الشعب المضطهد والمظلوم، لأنه لا يدافع عن حق مكون واحد بل يدافع عن جميع حقوق الشعوب المظلومة. لذلك الدولة التركية الفاشية اعتقلته وأجرت مؤامرة قذرة بحقه وأدخلته في سجن إمرالي لحد الآن، يعني صار 24 عام والقائد في السجن، لكن أنواره وأفكاره وفلسفته تعدت كل الجدران ووصلت إلى جميع أنحاء العالم، لأننا فعلا اليوم نعيش بفضل فلسفة هذا القائد العظيم من أخوة الشعوب والعيش المشترك. نحن كجميع مكونات شعوب المنطقة نطالب بإخراج هذا القائد العظيم ليخرج لننهل من علمه وفلسفته وأفكاره النيرة، لأننا شعب نحبه فعلا ونتمنى له أن يكون بصحة وعافية وأن يخرج إلينا بأقرب وقت ممكن. ونحن نعاهد القائد بأننا سوف نناضل بكل ما أوتينا من قوة وحتى آخر نفس وآخر نقطة من دمائنا من أجل إخراجه من سجنه، ولن نهدأ لنا بال حتى يخرج القائد من السجن. جورجيت برصومة، عضو منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، مسؤولة الاتحاد النسائي السرياني في القامشلي. اليوم نستذكر العزلة التي يعيش فيها السيد والمفكر والقائد عبد الله أوجلان بمرور 24 سنة لوجوده بسجون تركيا. طبعا نحن كنساء بشكل عام وكمرأة سريانية أخذنا من ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا قوة لنا وأساس لعملنا ولانطلاقنا ولجميع النجاحات وجميع الإنجازات التي حققناها كنساء في شمال وشرق سوريا، حيث أصبحت المرأة قيادية ورائدة وأصبحت واقفة على المنابر في جميع أنحاء العالم تنادي بحقوقها وتنادي بحقوق جميع النساء. وهذا أحدى رسائلنا وأحد المبادئ التي نشتغل عليها من أجل حقوق المرأة ومن أجل مجتمع آمن. طبعا ليس بعيدا على ما نادى به السيد والمفكر عبد الله أوجلان من أفكار نحو تحرر المرأة ونحو دور المرأة في المجتمع، وأن تكون المرأة قيادية وتأخذ دورها في جميع مجالات الحياة. هذا كان دافع كبير كمفكر وكإنسان يدعو إلى الحرية، أن تكون المرأة أيضا حرة وأن تأخذ كل ما يلزم من دافع لتكون قادرة على العمل. حقيقة دوره كان كبير جدا بما طرحه من أفكار تحررية بشكل عام للمجتمعات للمكونات وللمرأة بشكل خاص. هذا كان من أحد الدوافع التي جعلتنا نفتخر بأن يكون هناك شخصيات كالقائد عبد الله أوجلان داعمة للمرأة ولعمل المرأة. لذلك نحن اليوم نستنكر ما تقوم به الدولة التركية من معاملة سيئة ومن حجز والعزلة التي يعيشها السيد عبد الله أوجلان. ونحن نستنكر أيضا كل الأفعال التي تقوم بها جميع الأنظمة ضد الذين يدافعون عن الحرية والذين يدعون إلى المواطنة وإلى حقوق جميع الشعوب. فلذلك نطلب من جميع المنظمات الحقوقية، منظمات حقوق الإنسان، منظمات التي تدعو للحرية والتي تضع الكثير من القوانين اللي من أجل حرية الإنسان وحرية التعبير،
الضغط على جميع الأنظمة التي تقمع الشخصيات القيادية والشخصيات التي تدعو للحرية، ومنها أيضا الضغط على النظام التركي للتعامل بشكل إنساني مع هذه الشخصية القيادية، الشخصية المفكرة، الشخصية التي تدعو إلى التعايش السلمي، إلى الحرية، إلى الحياة الآمنة لجميع الشعوب، أن تأخذ دورها، أن تأخذ حقوقها. فندانا إلى كل من له صلة الوصل أو له العلاقة أو يستطيع أن يكون مركز ضغط على الدولة التركية وعلى هذا النظام الاستبدادي القمعي الذي يقمع كل الشخصيات وكل الأصوات التي تنادي من أجل الحق ومن أجل الحرية، ومنها السيد عبد الله أوجلان الذي أصبح له 24 سنة منعزلا بعيدا عن المجتمع، وتمارس معه كل الضغوط والممارسات التي تكون أبعد ما تكون عن حقوق الإنسان بشكل عام وعن المعاملة الإنسانية مع هذه الشخصية المميزة المعتبرة التي كان لها دور كبير في تحرر الشعوب والتعايش السلمي وحقوق البشرية بشكل عام، والذي دافع ويدافع عن كل المكونات ويدافع عن المرأة، ويدعو دائما إلى أن تكون هناك حياة سلمية، وأن أن تكون جميع الشعوب تعيش بحالة من الأمن والأمان والديمقراطية والاستقرار، ويدعو إلى التحرر الفكري والتحرر النفسي والتحرر العقائدي، وهذا من سمات الإنسانية التي يدعو إليها. فلذلك سنبقى نطالب وسنبقى دائما على صوت واحد بكل مكوناتنا في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، نطالب بحريته وبأن يخرج من هذه العزلة، ونطالب أيضا بأن يكون هناك محكمة عادلة أو تطبيق لقانون عادل بحقه. نحن دائما مع العدالة، ولكن الطرف التركي والنظام التركي متعنت جدا، وما يقوم به من ممارسات هو يخالف كل حقوق الإنسان ويخالف العقائد ويخالف العرف الإنسانية، ولكن نحن صامدون، ومن حق وعلينا أن ندافع عنه وندافع عن كل المعتقلين الذين ينادون من أجل الحق ومن أجل التحرر ومن أجل الحرية.